اتباع الهوى. أيها الناس، إن من أمراض القلوب وأسقامها خصلة ذميمة وخلة غير كريمة، من تحلى بها فسد أمره وهلك في الدنيا والآخرة. ما ذكر الله هذه الخلة في كتابه العزيز إلا وحذر منها وأنذر: إنه اتباع الهوى، وما أدراك ما الهوى، إنه يعمي ويصم ويهوي بصاحبه إلى الردى، عياذا بالله سبحانه وتعالى. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه في كتابه العزيز: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إنه ليس ثم إلا طريقان: طريق الهوى وطريق الهدى، فاختر ما شئت منهما، فلا طريق ثالث، إما أن تكون على الهدى وإما أن تكون على الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إنما يعيق العبد عن الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها هذه الأهواء. أيها الناس، ما أحوج المسلم أن يكون شعار في هذه الأيام، لا سيما في هذه الأيام وقد أحدقت الأهواء بأهل الإسلام من كل جانب، وأحاط الكافرون بالمسلمين من كل جهة، أن يرفع صوته وأن يرفع عقيرته، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فإذا سمعت من يدعو إلى الانحلال فاجعل نصب عينيه لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إذا سمعت من يدعو إلى الإلحاد فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إذا رأيت من يدعو إلى مساوئ الأخلاق فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إذا رأيت من يدعو إلى الكفر والزندقة والعلمنة والنفاق فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. خطبة للشيخ الفاضل صامد الصبيحي حفظه الله، كانت بتاريخ 16 من شهر صفر لعام 1445 من الهجرة النبوية. سجلت هذه المادة في دار الحديث بالفيوش حرسها الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه والثبات على دينه والتمسك بشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، إن من أمراض القلوب وأسقامها خصلة ذميمة وخلة غير كريمة، من تحلى بها فسد أمره وهلك في الدنيا والآخرة،
ما ذكر الله هذه الخلة في كتابه العزيز إلا وحذر منها وأنذر: إنه اتباع الهوى، وما أدراك ما الهوى، إنه يعمي ويصم ويهوي بصاحبه إلى الردى، عياذا بالله سبحانه وتعالى. لقد قص الله في كتابه الكريم قصص الأقوام الغابرة، وذكر أن من أعظم أسباب هلاكهم اتباع الهوى. اليهود والنصارى والمنافقون والمشركون ما ذكر الله منهم أحدا إلا ونعته بهذا النعت البغيض، أنه كان متبعا لهواه. فهؤلاء اليهود ما الذي حملهم على أن يقتلوا من أنبيائهم من قتلوا وأن يكذبوا ببعض الكتاب؟ إنه الهوى. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ذلك أن الهوى بذرة الضلال، ثم يكون بعد ذلك كبرا، ثم يكون بعد ذلك تكذيبا للحق. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فطريق الضلال اتباع الأهواء. كفار قريش ما حملهم على التكذيب بعد رؤيتهم للأدلة الواضحة والبراهين البينة إلا اتباعهم للهوى. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. فطريق التكذيب هو اتباع الأهواء. اتباع هوى النفس يحمل صاحبه على التكذيب، مع أنه يرى الآيات البينات والدلائل الواضحات ولا تنفعه ولا تؤثر فيه، لأنه مرض قتال وداء عضال. متى ما تمكن من قلب العبد هلك وفسد، عياذا بالله سبحانه وتعالى. لقد كان المنافقون في زمنه عليه الصلاة والسلام يسمعون حديثه ويسمعون كلامه ولا يفقهون ولا يعتبرون ولا يتعظون. ما السبب؟ إنه الهوى. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ذلك أن الهوى يعمي ويصم عن رؤية الحق مع وضوحه فيراه ضعيفا وقد لا يراه أصلا. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه في كتابه العزيز: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إنه ليس ثم إلا طريقان: طريق الهوى وطريق الهدى. فاختر
ما شئت منهما، فلا طريق ثالث، إما أن تكون على الهدى وإما أن تكون على الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إنما يعيق العبد عن الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها هذه الأهواء التي تضل صاحبها. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلا أضل ولا أشد ضلالا ممن اتبع هواه وترك هدى الله سبحانه وتعالى. إن من أعظم الظلم ومن الظلم أن يتبع المرء هواه وأن يترك الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال سبحانه في كتابه العزيز: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فلا أظلم ممن ترك الهدى واتبع الهوى. والعدل عباد الله أن يختار العبد لنفسه طريق الهداية. إنه ليس هناك جناية على النفس أعظم من اتباع الأهواء، فيوقعها في مواقع الردى ويسلك بها مسالك الغواية عياذا بالله سبحانه وتعالى. إن الهوى ليحول بين العبد وبين المراتب العلية من مقامات العبودية. قال سبحانه في كتابه العزيز: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما لك من الله من ولي يتولاك ونصير ينصرك، من ولي يتولاك، فتبلغ هذه المرتبة مرتبة الولاية وتكن من أولياء الله سبحانه وتعالى. أما وقد اتبعت الهوى فإنك تسد عن نفسك بابا من أبواب الولاية العظيمة التي تصل بك إلى الله والدار الآخرة. إن النصر ليتأخر عن الأمة جماعات وأفراد بقدر تمسكها بأهوائها. ما لك من الله من ولي ولا نصير. إن الله سبحانه وتعالى قد برئ ممن كان هذا حاله، فمن يتولاه حينئذ ومن ينصره حينئذ؟ وقد برئ منه رب العالمين سبحانه وتعالى ووكله إلى نفسه. وقال سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ما لك من الله من ولي يجلب لك الخير، ولا واق يقيك الشر والضر عياذا بالله سبحانه وتعالى. واعلم أيها المرء، واعلم أيها المسلم أنك لن تصل إلى الحق ما لم تعلم أن من أول خصومك هواك. أول خصم وأعدى الأعداء هذا الهوى، فإنه يردي عياذا بالله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال سبحانه: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. لقد حذر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام والتحذير له ولأمته أجمع من أن يتبع أهواء المشركين وأهواء الذين لا يعلمون وأهواء الضالين. وإذا كان هذا التحذير للنبي الكريم المؤيد من ربه سبحانه وتعالى البريء من شهوات نفسه، فأنا وأنت من باب أولى وأحرى، ونحن الذين تحدق بهم الأهواء من كل جانب وتحيط بهم الشهوات من كل مكان، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. أيها الناس، معاشر المسلمين، من جعل الهوى إماما له أوصله إلى الهلاك والردى والخسران في الدنيا والآخرة. وتأمل في هذه القصة وما أروعها وما أعظمها وما أعظم قصص القرآن لمن تأملها. لقد ضرب الله الأمثال وقص القصص في كتابه الكريم عظة وعبرة ليعتبر الناس وليتأملوا ويتدبروا. قال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا عبد أعطاه الله من العلم والخير وأعطاه الله من الآيات وأبى إلا السفول وأخلد إلى الأرض واتبع هواه فصار كما صار وشبه بأخس الحيوانات، لتدرك أن من اتبع هواه فإنه يصير كالأنعام بل أضل. قال سبحانه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلا أضل سبيلا ممن اتخذ إلهه هواه وجعل في قلبه صنم الهوى يسجد له ويركع، كما كان أولئك الأقوام من الجاهليين والكافرين. أيها الناس، معاشر المسلمين، إن متبع الهوى لا يصلح أن يكون قدوة وأسوة، وإنما يكون قائدا إلى الهلاك عياذا بالله سبحانه. قال الله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لقد انفرط عليه أمره وصار ضياعا لأنه آثر هواه وقدم شهوته على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، ما أحوج المسلم أن يكون شعاره في هذه الأيام، لا سيما في هذه الأيام وقد أحدقت الأهواء بأهل الإسلام من كل جانب، وأحاط الكافرون بالمسلمين من كل جهة، أن يرفع صوته وأن يرفع عقيرته، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فإذا سمعت من يدعو إلى الانحلال فاجعل نصب عينيك، لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إذا سمعت من يدعو إلى الإلحاد فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إذا رأيت من يدعو إلى مساوئ الأخلاق فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إذا رأيت من يدعو إلى الكفر والزندقة والعلمنة والنفاق فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. معاشر المسلمين،
إن الهوى ما دخل بابا من أبواب الدين إلا وأفسده وأبطله. وقد قال سبحانه في كتابه العزيز: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لو وكل الدين إلى الأهواء وجعل الشرع إلى العقول لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فأين من يقحم عقله ويقدم رأيه ويتعبد باستحسانه؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ولئن اتبع الحق أهواءهم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فما كان الهوى في شيء إلا وأفسده وأبطله عياذا بالله سبحانه وتعالى. فالحكم والقضاء إن دخله الهوى حاد بصاحبه ونأى به إلى الظلم والجور عياذا بالله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا إنه ما جار من جار ولا ظلم من ظلم في أي قضية كانت إلا وكان أسها وأصلها وسببها اتباع الأهواء. أيها الناس معاشر المسلمين، إن المعاصي والذنوب إنما تنشأ من اتباع الأهواء. فما من ذنب أو معصية ولا سيئة أو خطيئة ولا انحراف أو بدعة إلا وكان منشأها هذه الأهواء. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الهوى واتباعه وبين عواقبه الشنيعة عياذا بالله سبحانه وتعالى. وذلك أن العبد لا يقع في الفتن ولا يغيب عنه الحق، وهكذا يقع في الباطل إلا إذا اتبع هواه. وإذا اشتبه الحق بالباطل فالشر فيما تهوى الأنفس. إن النفس لأمارة بالسوء. ولقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآفة، فكان يقول كما روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي برزة رضي الله عنه من حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم جنبني منكرات الأهواء، اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. لقد خشي النبي عليه الصلاة والسلام على أمته من هذا الداء لعظيم عاقبته الشنيعة. فقد خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، معاشر المسلمين، إن المؤمن حقا هو الذي يعقل هواه عن أي باطل خوفا من الله سبحانه، ويسعى حثيثا في فكاك نفسه من هذه الآفة الذميمة. إن أعظم ما يرجوه ويؤمله المؤمن الصادق أن ينجيه الله سبحانه من هذه الآفة. ألا وإن مما يسلم به العبد وينجو من هذا المرض الخطير إنه الصبر على دين الله، والعزم على العمل بشرع الله، ومجاهدة هذه الأنفس. قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ألا وإن من أفرض الفروض، بل من أفرض الجهاد الذي يجب على العبد أن يقوم به إنه جهاد النفس والهوى. قال عليه الصلاة والسلام: والمجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله. فبقدر جهادك تتخلص من الهوى، وبقدر تعطيلك لهذا الفرض الواجب يكون عندك من الهوى ومن هذه الآفة
بقدر تعطيل هذه العبادة العظيمة. أيها الناس، إن مما يخلص العبد من هذا الخلق الذميم ومن هذه الآفة الدعاء واللجوء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد سمعت في الحديث الآن في الذكر: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. أيها الناس، إن مما يكون سببا في نجاة المرء من الوقوع في هذا المهلك، فإنه مهلك وربي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: 3 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فجعل الهوى المتبع من المهلكات التي تهلك العبد، فيهلك عليه الدين والمنهج والسلوك والأدب والخلق، بل ويهلكه في الدنيا والآخرة. لا يزال في أودية الباطل يسرح، وفي أودية الضلال يمرح، وقد حيل بينه وبين الحق بسبب اتباعه للهوى. إن النظر في العواقب والعقوبات التي تدرك وتلحق من كان هذا شأنه وهذا حاله وهذا أمره، هذا من أعظم ما يحول بين المرء وبين هذه الأهواء يوم أن يعلم المسلم أن باتباع الهوى وقع الكفر ووقع الشرك. وهل عبدت الله والعزى ومنات إلا باتباع الأهواء؟ قال سبحانه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فلما اتبعوا ما تهوى الأنفس عبدوا اللات والعزى ومنات. وهل ابتدع من ابتدع إلا لما حكم الرأي وقدم الهوى على دين الله. ولهذا يسمي أهل السنة أهل البدع بأهل الأهواء، لأنهم ما هووا شيئا إلا وركبوه، ما استهووا شيئا إلا وامتطوه، فقدموا وآثروا البدع على السنن. ولهذا قيل للشعبي رحمه الله وقد سئل: لم سمي أهل الأهواء بأهل الأهواء؟ قال: لأنهم يهون في النار. واعلم أيها المرء أن من أجل نعم الله عليك وأعظم منن الله بك أن يقيك الله شر نفسك وأن يعيذك الله من هواك. قال مجاهد: لا أدري أي النعمتين أعظم أن هداني الله للإسلام أو جنبني وعافاني هذه الأهواء. أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. إن العافية حقا أن يعافيك الله من هواك، فلا تنظر إلا بكتاب ربك وسنة نبيك، ولا تحكم إلا بكتاب الله وسنة نبيك، ولا ترجح إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه لا أضر معاشر المسلمين على العالم وطالب العلم من اتباع الهوى، فإن اتباع الهوى قبيح وأقبح ما يكون عند العالم وطالب العلم، فإنه يحول بينه وبين الصحيح من الأقوال، وإنه يحول بينه وبين الرأي السديد إذا احتكم إلى الهوى وقدم الرأي. أيها الناس معاشر المسلمين، لقد وعظ علي رضي الله عنه وأرضاه أصحابه يوما كما جاء في المسند، كما جاء في الزهد للإمام أحمد بسند صحيح.
فجعل يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق. اتباع الهوى يصد عن الحق، وهذا من آفاته وأضراره، أن العبد إنما يصد عن الحق بعد رؤيته، بعد سماعه، بعد وصوله، والسبب في ذلك الهوى، لأنه يعمي ويصم، لأنه يعمي ويصم، بل ويردي عياذا بالله سبحانه وتعالى. فيا معاشر المسلمين، الحذر الحذر من هذه الآفة، الحذر الحذر من هذا الخلق الذميم، الحذر الحذر من هذا الأمر الذي حذر الله عباده وأولياءه وأنبياءه في كتابه العزيز منه، وجعل يقول: ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع الهوى، في غير ما موضع من كتاب الله سبحانه. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله أن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أسأله سبحانه أن يعيذنا وإياكم من مضلات الهوى والفتن، وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.